يقول: تزوجت حديثا وزوجتي محجبة وأخلاقها جيدة ولكنها لا تصلي، ونصحتها ولكن بلا جدوى، وإذا أمرتها تصلي ثم بعد ذلك لا تصلي، فهل علي إثم؟ وهل أنا مسؤول عن هذا الأمر؟ وبماذا تنصحوني؟ أولا أسأل الله تبارك وتعالى له الهداية. الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فامرأة لا تصلي لا خير فيها، ورجل لا يصلي لا خير فيه. فهذا الرجل يناصحها يذكرها بالله تبارك وتعالى، فإن أبت يفارقها، إن أبت أن تصلي يفارقها وتروح بحال سبيلها ويشوف لها مرة ثانية. أما إذا استجابت نوعا ما كما يقول هو، تستجيب أحيانا يصبر عليها، يصبر عليها لعل الله تبارك وتعالى يهديها. أذكر شخصا سألني يقول: ما كنت أصلي وزوجتي مثلي وبنفس الوقت يعني ما هي متحجبة، ويعني البيت غير مستقيم. استقام الرجل، يقول: قمت أصلي وكذا، جيت قلت له: تحجبي. قالت: ما أنا متحجبة. قال: ما يصير الحجاب. قالت: قبل كم يوم أنت ما تصلي، الحين قمت تصلي. قال: زين. قالت: أنا الله الحين ما هداني. لما الله يهديني تقول له: أنت الله هداك، أنا الله ما هداني، اصبر علينا الله يهديني. فمثل هذا غير الذي يتزوج حديثا، يعني تو متزوج أو يبي يتزوج. واحد يقول لي: بتزوج واحدة ما تصلي، أقول: لا تتزوجها. واحد يقول: تزوجت، يقول: طاح الفاس بالراس، الحين زوجتك، لا ناصحها واستمر معها، إن ما التزمت يعني بالصلاة خلاص فارقها. الحالة الثالثة هو غير ملتزم، هي غير ملتزمة، التزم أحدهم يصبر على الثاني، يصبر على الثاني لعل الله أن يهديه. وعليك بالدعاء، الدعاء لها أن الله يهديها، خاصة في أوقات إجابة الدعاء في آخر الليل، في السجود، في أثناء السفر، أثناء الفطر، لعل الله تبارك وتعالى أن يهديها. نعم.